انت متضايق عشان شغال في وظيفة مرتبها قليل، بس مش واخد بالك ان فيه ناس كتير مش لاقيين شغل يتمنوا الوظيفة دي ومع ذلك راضيين وبيحمدوا ربنا. زعلان عشان ربنا رزقك بطفل شقي ومغلب ومش ملاحظ ان في غيرك كتير بيتمنوا يكون عندهم طفل ان شاء الله يكسر البيت فوق دماغهم. مش عاجبك الميكروباص وما فكرتش في ناس بتروح شغلها مشي وترجع مشي عشان توفر أجرة الميكروباص اللي مش عاجبك. هتقول لي هو حرام اني اكون طموح وعايز الاكتر؟ هقول لك لا، مش حرام خالص، بالعكس ده مستحب. بس ده يحصل ازاي؟ بالشكر. ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة يديك منها اكتر. بس يا جماعة الشكر حاجة والحمد حاجة تانية خالص. الحمد انك تقول الحمد لله، اما الشكر انك تعمل بيها. اداك صحة استخدمها في الطاعة وعمل الخير يضاعفها ويحافظ لك عليها. اداك مال اشكره بانك ما تصرفش منه جنيه في غضب ربنا يقوم يزيد. اداك ولاد ربيهم كويس وعلمهم كويس يبارك لك فيهم. هي دي الطريقة الصحيحة عشان تبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وما تبقاش زي أستاذ أشرف جارنا. وكل سنة وانتم طيبين. أنا وانت وكلنا غرقانين في نعم ربنا، ولو عايز تعد تعال نعد. بس أنا مش هعد كل نعم ربنا عليك، لا، أنا هعد اللي في إيدك دلوقتي حالا وانت قاعد تتفرج على الفيديو ده. اداك النظر اللي تشوف بيه الفيديو، ادي أول نعمة. لا ومش أي نظر، ده انت شايفني كويس قوي وشايف هدومي والديكور اللي حواليا بألوانهم الحقيقية، ما عندكش مشكلة في الألوان يعني، ادي تاني نعمة. سامعني بودانك من غير مترجم إشارة يوصل لك الكلام اللي بقوله، ادي نعمة تالتة. بتفهم الكلام اللي أنا بقوله علشان عندك عقل يدرك ويستوعب، ادي نعمة رابعة. ممكن تطلع من الفيديو ده بمعلومة مفيدة فتحفظها في عقلك وما تنساهاش، يعني عندك ذاكرة، ادي نعمة خمسة. ماسك التليفون اللي بتتفرج منه في ايدك، يعني عندك ايدين، ادي نعمة ستة. طب معاك فلوس تجيب تليفون اصلا وباقة نت كمان، ادي نعمة سبعة. تحب نكمل ولا كفاية كده؟ انا عن نفسي مستعد اكمل عد معاك للصبح ومش هنخلص. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قالش نعم، قال نعمة. نعمة واحدة بس لو قعدت تعدها مش هتخلص. يبقى الصح واللي لازم يحصل إن يكون عندك شعور دائم بالامتنان لربنا سبحانه وتعالى صاحب النعم دي كلها. لكن اللي بيحصل عكس كده تماما. انت تعودت على النعم دي لدرجة إنك حسيت إنها ملكك، حاجات في إيدك يعني، بدليل إنك كنت ناسيهم لحد ما أنا فكرتك دلوقتي وعديتهم معاك. وده بقى اسمه إلف النعمة. انت تعودت على كل النعيم اللي انت عايش فيه. أيوة، انت عايش في نعيم. عارف الآية اللي بتقول